بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل الخمار الماليزي المنقوش بطريقه سهله قوي قوي. بس اللي مش بيبقى مربع. انا عملت معاكم المربع قبل كده، ادخلوا على القناه هتشوفوه لو حابين تشوفوه. انا النهارده هعمله المدور، بيكون كله دايره كده. تمام، هقول لكم نعمل ايه. احنا اول حاجه بنجيب طبعا بنجيب حاجه نثبت بيها القماش علشان القماش بيتحرك معانا. تمام، انا هجرب معاكم هنا على عينه صغيره. انا عملته اهوت وقصيته، بس بعد ما قصيته قلت ليه ما اعملوش معاكم، علشان في ناس كانت بتسال عليه وعايزين يعرفوا طريقته. تمام، احنا بنجيب القماش، بنجيب متر ونص في متر ونص، يعني عايزين الورقه دي تكون مربعه. تمام، مثلا هنعملها مثلا 20 في 20 كده 20. طيب تمام كده 20 في 20 نقص لحد ما توصل ل20 علشان تبقى مربعه، وعشان يعني تشوفوا الشكل بالظبط بيكون عامل ازاي. بسم الله، خلي بالكم بس علشان ما نقصش في القماشه نفسها اهو كده. تمام، هنقص بقى السطر ده. القماشه بيكون فيها ناحيه ناحيتين برسل، يعني مثلا نقول البرسل ده والناحيه دي. تمام، مش لازم نشيل البرسل. هو البرسل اوريكم شكله بيكون ايه اهو. انا شيلته عادي مع القماش مره واحده. ده بيكون شكل البرسل، الناحيه اللي بيكون فيها شراشيب دي. بصوا بقى كده بقت مربع. بصوا علشان الشكل يكون احلى يعني ممكن نشيله ممكن لا، زي ما انتوا عايزين خالص عادي يعني. بس انا ايه، عشان بس بعمل لكم قدامكم كده يكون شكل الورقه حلو كده. بصوا اهي هنعمل ايه، مش هتفرق نطبق دي الاول ولا دي الاول، المهم ان احنا هنعملها على شكل مربع بس كده اهو. مربع بس كده شكل مربع معايا. ممكن كمان علشان هو كده كده شيفون والمقص هيجيبه يعني عادي، مش هيكون تقيل على المقص. ممكن نعمله كمان كده لحد ما يكون مثلث عشان نسهل على نفسنا يعني اكتر. هنعمل ايه بقى، هنجيب المازوره معانا. هنعتبر بقى ده القماش بتاعنا، قسمناه الاول على 2 وبعدين كده وبعدين مثلث. تمام، بيبقى في ناحيه اللي هي جايب زاويه، الناحيه المقفوله كلها طويله، الناحيه اللي جايب زاويه دي هنقيس بالمازوره نشوف هي كام. طلعت معانا 10 سم. تمام، هنجيب بقى الماركر او طباشير، اي حاجه موجوده عندنا نعلم بيها، مش بتفرق معانا كتير يعني. اهو هنعلم من عند ال10 من الناحيه دي، نفضل نسحب بالمازوره لحد الاخر. يعني بصوا عشان القماش بيكون اكبر بنقوم مع المعلمين قدام المازوره وورا المازوره علشان تسهل معانا. فاهمين قصدي كده اهو. 10 برضو نعلم عليها، بتحسوا ان هي طلعت لفوق شويه عادي خالص، دي كده كده عشان ده الدوران اهو. بس كده عايزين بقى نقص دايره. هنعمل ايه، هنمشي على الخط اللي احنا عملناه ده. بس كده الخمار خلص معانا اهو اهو. بس كده دي الدايره. هنعمله بقى طبعا برم سرفله زي ما انتوا عايزين، بس في البرم بيكون شكله احلى كتير. وانا استخدمت معاكم دواسه البرم قبل كده ووريتكم بنستخدمها ازاي. هنروح على المكنه تاني واوريها لكم برده عشان اللي حابب يشوفها. هي بتسهل كتير قوي في الاستخدام. كل اللي احنا هنعمله هنتني الاطراف بتاعته بس كده. واستنوني علشان اعمل معاكم من نفس القماشه دي كمان بلوزه اوفر سايز حلوه قوي قوي قوي. ممكن نعملها كمان بنفس الطريقه دي، احنا عملناها دايره اهو، ونعمل بقى ايه فيها دقيقتين 2 تكون لابسه اشيك بلوزه. تمام، هوريكم بقى. إيه، هروح انا عند المكنه ونكمل ان شاء الله مع بعض. نسيت اقول لكم ان المشابك دي احنا بنمسك بيها، انا مش فاكره انا قلت ولا لا، بس المهم ان احنا واحنا بنطبق القماش بنعملها كده علشان ايه، اي حاجه تمسك معانا يعني. فدي المشابك دي كانت عندي فقلت استخدمها يعني. بس كده هنروح عند المكنه بقى ونكمل مع بعض. ده شكل دواسه البرد، بندخل فيها بقى القماش من هنا. بسم الله. عايزه اقول لكم ان الدايره بتكون اسهل كتير لما بنيجي نعملها بالبرمه عن ما بتكون إيه يعني حلو يعني عاديه زي ما انا كنت عاملاها قبل كده ومن الدوران بس مدوره. فاهمين قصدي اهي. بصوا، لان انتوا بتبداوا هي دايره بتفضلوا مكملين القماش للاخر، لكن بالنسبه للزوايا فبحس ان هي مش بتظبط قوي زي الدايره كمان. بس الحمد لله بنعملها يعني. عايزه بس نجيب الطرف بتاعها معلش عشان انا ماسكه بايدي ومش عارفه اتحكم قوي في الستاند، عشان انا عايزه اقربه للمكنه قوي يعني. اهو هنجيب اي طرف منه. على فكره الشيفون بيكون الوش والظهر يعني مقرب خالص لبعض، مش بيكون في فرق قوي. هو مش شايفه فرق بين لون القماش اللي في ايدي. معلش يا جدعان
مش عارفه اقص على فكره، فمش هقص الحته ديت، فعادي يعني مننا وعلينا. اهو هنجيب الطرف، شوفوا بقى اهي. لا بقى على فكره كده كتير يعني. اهو هنجيب اهو، شايفين الحته دي اهي، هي بتلاقيها دخلت مع نفسها اصلا، سهله قوي قوي يعني اهي. بس كده هننزل بقى الدواس وعشان نبدأ نشتغل ان شاء الله. بصوا بقى واحنا بنعمل الطرف ده نحاول نتنيه لجوه، علشان لو احنا ما تنيناهوش كويس لجوه بتكون الشراشيب دي طالعه بقى من الرافيه بتاعتنا وبتكون شكلها مش ظريف يعني. اول حاجه هنزل الابره عشان تظبط معانا. نشغل بقى المكنه، هتحسوا بقى ان هي بتسحب لوحدها ان شاء الله يعني. بسم الله اهو، اوريكم الشكل. معلش بقى التليفون مش عارفه ماله كده مش مظبوط عشان انا لسه سنداه اصلا كده، مش عارفه اشتغل وانا سنداه يعني، بس عايزاه اوضح لكم. بصوا اوريكم بس الشكل واقفل تاني علشان كده كتير بصراحه. اهو شايفين البتاعه؟ شايفين ولا مش شايفين يا ولاد؟ انا هوقف هعمل حته وارجع لكم تاني عشان اتحكم بس فيها، معلش. هنا اهو بصوا ده شكلها بعد ما اتعملت جوه وبره كده. عملنا مع بعض الخمار الكلوش بشكل تحفه بجد، وبيكون شكله حلو قوي في اللبس. لو عرفت انزل لكم صوره في اللبس بيكون شكله حلو قوي، جاي كله دوران كده. بتعملي بقى على الناحيه اللي تعجبك، تطولي اللي فوق، تقصري اللي فوق، تعمليه على الجنب، بيبقى فيه لفات كتير قوي. ليه؟ ممكن احاول يعني بامر الله اعمل لكم شويه لفات كده ونزلهم ان شاء الله في الفيديو. تابعوا معايا وشوفوا الطريقه، باسهل طريقه ممكن تعملوا بيها الخمار الماليزي، طريقه سهله جدا، كلوش دوران حلو قوي قوي بجد. يلا بقى ادخلوا شوفوا الفيديو.